مساء الجمال، عاملين ايه؟ ان شاء الله الناس كلها تكون بخير وصحه وسلامه. النهارده طالع كده انا وابو يوسف هنعمل لقاء ملوش علاقه بالاحذيه والكلام ده، هنتكلم عن التجارب الشخصيه اللي احنا مرينا بيها. طبعا احنا هنتكلم على ابو يوسف، هعرفكم دلوقتي حالا بيه. والفيديو ده ان شاء الله يعني احنا عاملينه للفايده، يعني ان احنا ان حد يستفاد من الفيديو لما يشوفوا حاجات شبه كده. تجارب الحياه دي، الحاجات دي مهمه جدا جدا في البدايات، ويعني هنعمل حاجه قويه جدا. الفيديو هيكون على 4 حلقات، دي الحلقه الاولى البدايات، ونبدا معانا ابو يوسف. عرف بقى نفسك انت يا باشا. حبيبي أبو يوسف. الله يسعد مسا الجميع. بعرفكم على عماد العقرباوي من الأردن، من أصول فلسطينية. تاريخ اليوم 31 أكتوبر 2024. طبعا إحنا هيك يعني بنحب ندردش، يعني هيك والله إحنا وإسلام. الموضوع مش موضوع يعني، هو اللي بده يتربى واللي بده ينتصح واللي بده الله يهديه، هاي الهداية من رب العالمين. بس إحنا بنحب ندردش وبقول لك يعني خلاص حابين نعمل حلقة كده، حاس قاعد حالي باستديو. يعني زي إيش؟ يعني شو حاب تعرف مثلا؟ يعني مثلا البدايات بتاعتك في التجاره كانت ازاي؟ احنا هنتكلم عن التجاره عامه عشان الناس برضو لما تسمع الكلام ده هتعرف ده ابو يوسف. طبعا انا في البدايه طبعا ابو يوسف من اكبر تجار الوطن العربي. استغفر الله. انا ما قدمتش، بس انا كنت حابب ان انت اللي تقول يعني. فانا خلي الناس عند رب بنتعلم منه كتير والله، واحنا الله حابين نفيد الناس بالمعلومات اللي هتتقال في البدايات والرحله، حاجات شبه كده. طبعا شوف، هو بدك تعرف شغله واحده، رقم واحد الوفق من رب العباد. هي ارزاق من رب، والله شو ما تعمل لما ربنا بده يعطيك بعض، هاي رقم واحد. بس يعني برضو ربنا قال لك اسعى يا عبدي وانا بسعى معك، يعني لازم تشتغل على نفسك. طبعا انا واحد من الناس، واحنا اقل الناس عند رب العالمين، يعني ما كناش زي ما بيقولوها، مر علينا ايام مش لاقين السيجاره، بس يعني الكريم لما بده يقول لك خذ اسعى يا عبدي. يعني كنت انا اشتغل وانا صغير بحب التجاره، يعني وانا عمري تقريبا 13 سنه 14 سنه كنت موضوع التجاره انا يعني بحب. كنت اوقف في سوق، في مواسم اعياد مدارس، احمل الجرابات على ايدي وابيع الرصيف والناس ماشيه، فهمت علي؟ يعني كيف مثلا عندكم سوق العتبه او فيصل او هاي بالهرم او اقوى يعني سوق كبيره. يعني هيك ابيع، يعني بموسم الاعياد اروح اجيب العاب احطهم على كرتونه، هيك كرتونه تكون بالعرض واحطها فوق كرتونه وابيع. ده كان عمرك قد ايه تقريبا؟ تقريبا كان عمري هذا السن تقريبا 13 14 زي هيك. صغير جدا. بس انا غايتي وانا صغير يعني بحب السفر بصراحه، بحب يعني كنت طموحي اني اسافر على دول اوروبا وهذا الحكي. تقريبا يعني ظليتنا على السوق هذا اتردد عليه تقريبا 4 5 سنوات، كان عمري تقريبا 18 سنه. المهم تعرفنا على واحد قال انا بدي اوديك على ايطاليا. كيف بدك تودينا على ايطاليا؟ قال لي من الاردن على مصر، من مصر على ليبيا، من ليبيا بتطلع على ايطاليا. اه نفس الخطه اللي عندنا. انت فهمت علي؟ طبعا على البحر طبعا. ما بعرفش هسه كيف بس هيك قال لي هيك، البحر. يعني كنت يعني جاهل شو معرف، لعب براسي. طبعا هذا بالنسبه لاهلي كان يعني ضد هاي الفكره. طبعا انا بجوز تركت المدرسه يعني بالصف الثامن، يعني اتوقع كان عمري 16 17 هيك، ما بعرف شو بتسموها انتم عندكم الاعداديه. المهم سافرت مع هذا الشاب، قاعدين بكفي شوب هيك برا، قال لي حفوت التولد. طبعا انا كل شيء معه، يعني بس قول ربك انه جوازي بس معي كفلوس وهذا، لانه هو اكبر مني بالسن، انا مأمنه ومخلي معاه بلاش يوقعوا مني او يضيعوا. استنى ساعه ساعتين ثلاث، انا صرت اقلق شو جاهل. صاروا ترددوا علي الشباب تبعوت الكافتيريا اللي احنا قاعدين فيها الكافي شوب، تبي حاجه تبي حاجه. طب انا قاعد ومش موصي حاجه، وفيش معي احاسب على حاجه ولا شيء معي. المهم هذاك اليوم عدى الحمد لله. قعدت بليبيا تقريبا سنه. مشي الراجل طبعا. الراجل اختفى، ما شفتوش لهي اللحظه. لحد دلوقتي. هذا الحكي يعني انت قاعد بتتكلم على كلام تقريبا قبل 25 سنه، يعني مش هسه بيوم ويومين. طبعا. وهو كان اكبر مني بالسن، يعني انا كان عمري هذاك الوقت تقريبا 18 سنه، وهو بجوز كان عمره 35، فهمت علي؟ كان واخد مبلغ كان تقريبا اللي مخليه معاه $1000، فهمت علي؟ بهذاك الايام. كتير برضه. بالنسبه لشاب صغير دول، ادي اول خبطه في حياتي. اول خبطه دم قلبي، دي اول خبطه في حياتك دي. طيب قعدت سنة، يعني لغاية الآن قاعد بفكر، كل ما أتذكر هذيك الأيام بقول أنا كيف رجعت على الأردن. المهم إجا يعني بالصدفة، كنت أنا حاكي لأهلي إنه أنا أموري تمام. طبعا أهلي حكيت لهم إني أنا بليبيا بعد تقريبا غياب 4 شهور. الله يرحم أمي وأبوي قلقوا علي، وأهلي والعيلة كلها قلقت علي، وبلغوا مراكز الشرطة والمستشفيات. مفقود، مفيش بقى تواصل. ما فيش أي تواصل.
بجوز بعد شهرين 3 بتذكر الله العليم انه انا رنيت عليهم قلت لهم انا اموري تمام بليبيا وانا بدي اطلع على ايطاليا وان شاء الله راح اظبط الدنيا والوضع. المهم قعدت سنه، يعني بتعرفوا واحد سن الشباب بجهل بتوه مرات. كنت اشتغل عند ناس بدناش نحكي على اللايف، يعني عباره عن مافيات، جاهل شو معرفني. المهم واحد اجى قريبي على ليبيا سمع عني انه انا اموري تمام وهذا، هو صدق ولا هو قال لك انا جاي على عماد بدي اطلع معاه على ايطاليا وانت اللي هتنجده. هو اجى طبعا انا حاولت اتهرب منه، اجى هو طبعا كان وضعي شال حديدزم، يعني تحت الصفر، ضايع يعني تايه. وبتعرف الواحد بيجهل، قلنا لكم قبل شوي بيجهل مخدرات ومش داري عن الدنيا. المهم شاف وضعي هيك قال انت حتروح دلوقتي معي. لازم حاولت اتهرب منه لانه انا كيف بدي اروح زي ما طلعت، فهمت علي؟ صعبه كانت بالنسبه لي. بعدين استسلمت، يعني قلت خلص لوين انت بجوز اذا بضل هون راح اموت، لانه الناس اللي كنت عايش معاهم يعني عباره مافيا باختصار. رجعت بشبشب بلاستيك بالملابس اللي علي. المهم هون قلنا خلاص، يعني الواحد بده يلتزم، في عنده يعني اهل، عندنا التزامات. طبعا احنا كان وضعنا كويس، كنا عايشين قبل ما نيجي على الاردن كنا عايشين في العراق، وصارت حرب الخليج واضطرينا ان احنا نيجي على الاردن. مش كنا عايشين في الكويت، انا اوكي مواليد الكويت، بس احنا قبل الاحداث كنا راحلين على العراق، فهمت علي؟ بجوز ما بتعرفهاش انت النقطه. انا كل ده جديد عليا، اه كل المعلومات دي جديده. الحمد لله كان وضع ابوي الله يرحمه يعني الحمد لله كويس ومظبطنا، بس خلص يعني راح كل شيء. بتعرفوا بالحروب في ناس الله تعيش، في ناس بتطلع في ناس. هسه انا ما بدي اطول عليك، يعني قلت خلص انا لازم اوقف مع اهلي وابتدي حياه جديده بالاردن. اشتغلت بمصنع تقريبا ما يقارب $100 بعطيني بالشهر. انا بس اخذ مصاريفي وباقي الراتب اعطيه لابوي، بحيث ندفع ايجار البيت ناكل ونشرب. طبعا انا معي اخواني بس انه انا ما اقعدش في البيت. المهم هون ابتدات موضوع التجاره. كنت استنى العربيه اللي بتاخذنا على المصنع هاي في سوق زي كيف سوق شعبي، كيف مثلا عندكم العتبه يجي باص كوستر يجي ياخذنا ونطلع على المصنع. المهم كنت اشوف الناس قاعده بالصبح بتفرد بسطات، ويعني هذا ملابس واحذيه وشناتي. انا اقعد يعني قبل ما يجي الباص ياخذنا تقريبا ربع ساعه نص ساعه مرات ساعه يتاخر على ما ياخذنا على عمان. المصنع بتذكر كان بسحاب. المصنع اللي انت كنت شغال فيه هذا الحكي زمان، يعني انت قاعد بتحكي قبل 22 سنه. عمرك كان عمري تقريبا 19 ونص. المهم يعني في عندنا احذيه في البيت، احنا هذول الاحذيه ناسينهم نلبسهمش، يعني زي اللي اشي بايظ، اللي اشي صغير علينا، على اختي، على رحمه ابوي، على والدتي الله يرحمها، على اخوي. المهم شو سويت؟ رحت في هاي فكرت بدي اجيب لي الم هاي الاحذيه اللي احنا ما بنستخدمها، وقلت بدي ابسط فيها بالسوق، بدي اجرب. السوق هذا خميس جمعه معروف، سوق شعبي، لغايه الان موجود السوق. هو بالزرقاء اسمها السكه الحديد. سكه الحديد معروفه. تصدق احنا عندنا برضه جمعه برضه على الحديد. هو بالله إيه عليك الغية في والله ما أقسم بتعرف. بالله. خلص ده عندنا في مصر نفس الموضوع، كان على شريط القطر كده والناس بالضبط. اه الناس بتلاقي مبسطه سبحان خميس على الله، جمعه. نفس الافكار بتاعت البلدان. خلص سبحان الله. قلت بدي افرد هاي البضاعه وبدي اقول الكي على الله بعت. قلت شو ما اطلع فردنا، جبتهم عبيتهم بشكاره هيك سوداء، يعني بعيدا عنك زي كيس زباله، وجدت لي بلوكتين. البلوك عندنا بيختلف عن مصر. طوب طوب كبير زي كده. كبير. حطيتهم هيك على الطوبات، فهمت علي؟ اللي ابيع هذا بنص دينار، اللي ابيع هذا بليره، شو اللي ب 35 قرش. يعني بدي احنا هيك اصلا، يعني زي ما تقول كابينهم وبنستخدمهم. هيترموا يعني. شو ما جابوا لي انا بالنسبه لي ملك. المهم بتذكر يوميتها كانه بعتهم تقريبا ب4 ليرات، مش بتذكر ب3 ليرات و75. بالنسبه لي هذول يعني بداية ملك. خلص خد بالك دي بذرة الفكرة. 100%. دي انا عجبني الوضع، قلت اذا هذول شغلات بدنا نكبين وجابوا لي هيك 4 ليرات، كيف هذا لما انا بدي اقعد مثلا اشتري لي شويه. المهم هذاك الشهر استاذنت من والدي الله يرحمه انه يابا بدي 50 دينار بدي اشتري. شو هي البضاعه؟ قلت له هيك في بضاعه هاي زي اللي ببسطوا فيها بالسوق. صرت انا اتطقس على السوق من وين بتجيبوا البضاعه. قالوا في منطقه بالوحده بعمان. رحت كان معي 50 ليره. 50 ليره شو هذيك الايام؟ 50 دينار يعني بتوقع عن هسه تقريبا، يعني بتقدر تقول عن 200 300 ليره بهذا الوقت، يعني حلوين. $400. تقريبا يعني بالدولار بنحكي يعني $500. رحت بلشت الف على، طبعا انا هاي كانت الي اول نزله على عمان، تخيل. ساعتها كنت فين؟
في الزرقاء. انا بالنسبه لي هيك لما طالع على عمان كاني مسافر. كام المسافه قد ايه من هنا لهنا؟ يعني تقريبا كانت ايامها بتاخذ وقت تقريبا ساعه ونص ساعتين، فهمت علي؟ ما كانتش هذيك المواصلات. مش بعيده برضه. لا مش بايدي، بس كيف لما انت تقول لي بدي اطلع من القاهره على للصعيد، المنصوره. يعني رحت قلت يا عمي يا ميسر خلينا نروح نشوف. صرت الف ما خليتش محل تجاره يبيع، طبعا بيجيبوا بالجمله مستعمل وفي محلات تجيب جديد. السلام عليكم، انا بص اطلع على البضايع، المبلغ اللي معاي ما بيجيش 10% من حق البضاعه، فانا اخجل. وانا موضوع الدين هذا عمري في حياتي ما فكرت. المهم اللي صار يقول لي انت من وين جاي انت، وصاروا يعني يسالوني شو، قلت لهم بدي بضاعه رخيصه اي شيء اعطوني. اللي صار يقول لي هاي الشكاره خذها ببلاش، فهمت علي؟ اللي صار يقول لي هاي الشكاره حقها 5 دنانير 3 ليرات ليرتين بشكل. يوميتها انا روحت اشتريت 25 دينار اردني، كانوا ايامها يعني 25 دينار اردني بجوز 10 شكاير. روحت ب10 شكاير، غير اللي الناس يعني من ضمن هاي ال10 شكاير اعطوني بضاعه ببلاش. هو هيك كابها بالنسبه له المضروب شو انا مروح يعني طاير مبسوط انه ظل معي 25. جايب بضاعه وراجع بفلوس. المهم تعال شيل مواصلاتك وهذا. المهم بجوز كلفني الموضوع كله تقريبا 33 دينار. ضل بالبضاعه. بالمصاري اللي كانوا معي، بالبضاعه، بالبضاعه بالمواصلات. بالتاكسي اللي انا روحت فيه من عمان للبيت. ايوه. فهمت علي؟ هون ابتدى المشوار، هون بلش انا عندي يعني ما انامش الليل، افتح الشكاره اللي الاقي فرده واحده، يعني فردة يمين. فهمت علي؟ اللي الاقي النعل تبعه بايظ، اللي الاقي ممزع. المهم بجوز من ال10 شكاير بجوز خليت لي اشكارتين 3. صوت الدراجه. ماشي بالطياره. صاروخ. رحت بسطت بالسوق. طبعا انا بصيرش اني اعطل من المصنع، انا خايف اني ابطل من المصنع والمشروع هذا ما ينجحش يعني كنت او ما شغال توفقش فيه. يعني كنت شغال في المصنع، مكمل في المصنع آه. في نفس الوقت بتفرش في السوق يوم الخميس والجمعه. بالضبط. هاي كانت تاني مرة. هاي تاني مرة. أول بضاعة كانت من البيت لميتها، وتاني مرة رحت دورت على بضاعة رخيصة وقلت خليني أجرب. فهمت علي؟ أتذكرها زي هسه تقريبا. هاي البضاعة بتذكر اللي أنا يعني زبطتها وفي شغلات نظفتها هيك. كنت شايف مثلا في إلي قرايب بيشتغلوا في هذا المشروع طبعا اللي هو البالة. فهمت علي؟ يعني كنت قلت يا عمي هسه في إشي باظ معي أثناء التنظيف وفي إشي يعني ماشي حاله. هاي البضاعة بعت لي 96 دينار. ما شاء الله. يعني كانت مكلفيتني مع المواصلات كامل 33. يعني بعت أنا منها ب 96 دينار. ما شاء الله. هون أنا ما صدقتش حالي. هون أنا ما صدقت حالي. قلت نبدأ بقى صح. هسه هون يعني خلص بلش الجد. طبعا أنا هذول ال 96 ما صرفت منهم يعني دينار واحد، بالعكس كان معي كمان ضايل 17 من 50 الاولانيين بالضبط. فهمت علي؟ زدت هذول على هذول. طيب هسه انا برضو كمان يعني حافظ خط الرجعه، بديش اخلص من الشركه هاي او المصنع لانه بيجيني مردود اخر الشهر، في علي التزام للبيت. صرت بدي اخذ اجازات مفتوحه. هون صرت اتردد كمان على السوق والم بضاعه. فهمت علي؟ المره الثانيه حملت بيكم كوستر عندنا صغار، هذول ما كانوش هاي الكيا والبيلك اللي هي زي الفان يعني الصغيره. بيجي بكمات صغيره، في عندكم بشوف منها بمصر عندنا زي التويوتا. ايوه بس العربيات الصغيره. ايوه العربيه الصندوق كده بس صغيره. صرت برضو اجيب بضاعه زي هيك. اشتريت في كل المصاري اللي معي، كان تقريبا معي ايامها كنت صارف شويه مصاري، صفى بجوز 105. فهمت علي؟ صرفت اللي بجوز 10 ليرات. بعزقت انا. انت كده دمرت جايب الدنيا. جايب اكل للدار وجايب مبسوط. هون يا اسلام يعني خلص انا يعني زي اللي ابتدى المشوار عندي. هسه بدك تعرف شغله واحده، هو الوفق من الله وصف النيه ونام بالبريه. اهم شيء تكون مع علاقتك مع ربنا كويسه. هسه انا بكذب عليك، انا هذيك الايام ما كنت اصلي يعني. فهمت علي؟ يعني مش ملتزم، شاب طايش يعني. بس بنفس الوقت بخاف من ربنا. كيف هسه بتلاقي في ناس 24 ساعه على الجامع، يعني على الجامع بروح بصلي بس فعليا يعني ضميره ميت داخليا. ما فيش عنده مخافه الله. انت فهمت علي؟ هسه انه ما تقربش الزنا، تنصبش على الناس، كذب ما فيش، تطلعش على ارزاق الناس، خلص خليك في حالك بس وربنا بيفتحها ان شاء الله عليك. وانه خطر. يعني الشباب عندنا مبليه جامد جدا بالمخدرات. ما هو يعني شوف انا يعني مش اني بشجع هذا الحكي، الله يعين الشباب. يعني في عندك ناس بتضرب المخدرات هاي عشان تنسى الحال اللي هو فيه، بس انت لو بتستفيد بنقول لك امين يا باشا اديله. بس هي يعني انت قاعد بترجع حالك لورا بزياده. فهمت علي؟ هاي الامور اختصرها يعني، ابعد عنها، حاول قدر الامكان اللي هو المشروب، السكر، النسوان، المخدرات بشكل عام، يعني ابعد
قد ما تقدر، لانه هي لو بتجيب لك شيء اول شيء بتدمر صحتك، بترجعك لورا، يعني ما في شيء بتستفيد منه. فاذا انت افضل شيء انك تلتهي في حالك وتحاول تبني حالك من حالك، يعني خلص لا تستسلم، اياك تستسلم، اياك انك انت مثلا تحط ببالك انه انا بدي اضل شغيل عند الناس، هاي رقم واحد. يعني هذا الكون كنت افكر فيه، لانه انا وانا بشتغل بالمصنع اللي قاعد بيجيني بروح اخر الشهر فيش. يعني قصدك الواحد لو عنده إمكانية إن هو مع شغله يعمل حاجة تانية إضافية، يعني دي مثلا حاجة أنت شايفها صح؟ طبعا لازم، يعني حتى لو فيش معك امكانيه انت يا زلمه ابتدي من حالك، يعني اقطع عن بطنك، يعني ما بعرفش هذا المثل اذا موجود عندكم بالبطن، يعني حوش يعني اذا انا باكل في اليوم في 3 وجبات بدي اكل يوم في اليوم وجبه واوفر حق الوجبتين عشان انا زلمه ابلش. مظبوط. بس يعني انك تبلش، إنه ما يحوش فلوس تستسلمش. يعني. ما تستسلم، حوش فلوسه وحاول، يعني جرب شو خسران، ما هي كده كده خربانه زي ما بيقولوها، صح ولا لا؟ بس انك فكره انك انت تظلك موظف عند الناس انا ضد هيك، لانه اللي بتاخذه اخر الشهر رايح سداد دين، رايح ايجارات، يعني متبخر، فهمت علي؟ بس في ناس يا ابو يوسف اه ما بيبقاش عندها الجرأة ان هي، انا اعرف ناس، انا بقى بكلمك عن تجربة شخصية، انه ان هما مثلا ممكن يبقى مثلا معاهم مثلا فلوس معينة على جنب، آه. وهو خايف ان هو يتاجر فبيحطها مثلا في بنك، يحطها مش عارف ايه، فبيخاف انه يتاجر لا يخسر فلوسه كتير. يعني كتير جدا الموضوع ده. هذا الحكي احنا جايين فيه هسه لقدام. هي شوف بدها قوة قلب، بس بالمعقول، يعني حق الناس تخاف على فلوسها، فهمت علي؟ بس يعني برضو انت لو خليته في البنك وعلى الوضع اللي انت فيه هو راح يخسر، فهمت علي؟ طبعا هو التضخم الاقتصادي بياكل كل الفلوس، لانه الدنيا قاعده بترتفع بتغلى طبعا، فهمت علي؟ طبعا. فهذا انت لازم تشوف لك شيء اللي انت تطقطق منه، يعني تسوي لك بديل، او نحكي عنه سبير، شو مكان. هسه احنا مش بنحكي يعني مثلا مجال شغلنا، اي شيء حتى لو هو خايف من البدايه ان هو يبدا ولا حاجه، لو هو مثلا بيحب حاجه معينه، اي حاجه، يحب النظارات يبدا فيها بالضبط، تجيب له ده، الاكل، اي فكره في اي حته، بس يكون بيحبها المهم بالبدايه. انك تبدا، بعدين انه انت عدم مؤاخذه انت ما عندك مصاري، انا مش جاي لك انك انت تروح تاخذ كل المصاري اللي معك وتستثمر فيهم المشروع، معك 10 جنيه استثمر ب5 جنيه، حلو. بحيث يا سمح الله اذا ما نجح معك المشروع تكون انت امورك تمام، بس اسمك امام الله انك جربت وحاولت، فهمت علي؟ وحاول مره ومرتين وثلاث وعشرة، ولا تستسلم. شيل فكره انك انت تظلك موظف عند العالم، هسه بيختلف لما انت تيجي تاخذ راتب من عند العالم وتاخذ نسبه تشجع للشغل، ممكن انك انت تبيع ببيتك، ممكن تشوف لك عرباية ذرة وترمس وتبيع، فيش شيء ما بتبيعش، انك انت تظلك نايم. طبعا الارزاق ربنا يعني بتتوزع الارزاق الصبح، اما انك انت قاعد تصحى لي على 3 العصر وانا حضلني للفجر وانا ادور على شغل، هيك انت مش راح تشتغل ولا راح تنجز. واذا بدك تظلك تتابع الناس هذا كيف ساوى وهذا كيف عمل، عمرك ما بتصير. من راقب الناس ما تهمن. التهي في نفسك، يعني ركز في حياتك، ما تركزش في حياة العالم، لانه في النهاية ما راح يجي يقول لك حدا خذ هي جنيه. طبعا هو مشروع النجاح هو كويس ومش كويس، في مرات شغلات انت بتخسرها اذا نجحت يعني حتتفاجئ ناس من حواليك فجأة، هذول انت مفكرهم كانوا ملاك بالنسبة لك ورايحين يصيروا شياطين، تعرف ليش؟ لانك انت نجحت بس. بتضايقوا يعني. فهمت علي؟ هذا الحكي وانت راح تكتشفه بعد ما انت تصير تبطل انك انت بحاجته، او انت تبطل يعني تصير زيه، الناس نقول احسن منه زيه. طبعا مع الاسف يعني هذا الحكي موجود عندنا في اغلب العائلات، بتلاقيه الا من رحم ربي. طبعا غيره، يعني بيغير، هو غيره، هو حسد، هو كراهيه، انت يعني عديت، انت بلشت تفتح، هذا الحكي طبعا بحاولوا راح تلاقي حرب، فهمت علي؟ من الناحيه. ثاني شيء يعني النجاح، ممكن انت تنجح في موضوع بزنس وتخسر اشخاص، الله يطول في اعمار ابياتكم وامهاتكم واحبابكم، ممكن تخسر اشخاص لا يثمنوا بملايين الدنيا. فهمت علي؟ أكيد. يعني انا واحد من الناس اقسم لكم بالله اتمنى الان لو والدتي او ابوي الله يرحمه وامي الله يرحمها عايشين، اتمنى طبعا قشعر بدني، اقسم لكم بالله، لانه ايام ما كانوا هم عايشين ما كان فيش معي حق سيجاره، فهمت علي؟ يعني في نقص. قصدك يعني ان هم يشوفوا مثلا ابنهم دلوقتي في مش يشوفوا الموضوع، يشوفوا ابنهم، يعني نفسي انا اعمل لهم، يعني احججهم، بتساعد على العمره، وشو بدهم يا زلمه، شو بدهم، فهمت علي؟ يعني برضو اللي عنده اب وام دلوقتي هي اكبر نعمه، وشاف ان دي حاجه يعني عاديه، هي مش حاس فيها انت، دي حاجه كبيره جدا. طبعا
جدا طبعا للي فهذا مش كل يقدرها واحد واللي مصاري. يفهمها طبعا. بعدين خليك متواضع، ان تواضع لله رفعه، لا تكبر ان الله أكبر. يعني احنا شفنا ناس كانوا زي ناس والكريم قال له خذ، وفي واحد معروف على السوشيال ميديا بجوز انت بتعرف، بدناش نذكر اسمه الله يهديه ويصلح. هيقتلنا ولا ايه؟ فهمت علي؟ مش هيك يا عم، لا تكبر ان الله اكبر يا زلمه. يعني هذا لو معاه مليون كون واثق مش راح يجي يقول لك هي $1000 هذول هيك لك الا يكون في مصلحه، فهذا ما حدش يشوف حدا على حدا. أنت فهمت علي؟ مظبوط. يعني ما بيكبر الا المزبله بعيدا عنك. أيوة. خليك طبيعي، بالعكس طبعا ان ربنا التواضع حلو. طبعا. طبعا. بعدين ربنا يا زلمه ترى احنا في حياه بامتحان يعتبر، يعني ربنا بده يعطيك مصاري، بده يختبرك. هل انك بدك تقضيها على الديسكو رايح داير ورا النسوان؟ المره اللي عاشت معك على الحلول مره بدك تبيعها بيوم وليله؟ يعني عفوا، يعني استغنيت عن خدماتها خلص، شفت واحدة فرفورة أحلى أصغر، صرت أنت بدك تتنت وتتلت والرب وتربع. مش هيك، ترى النسوان كمان عتبات لا تفكروا. ايوه طبعا. أنت فهمتوا علي؟ النساء عتبات، مش أي ست يعني عدم مؤاخذة بكون وجهها خير عليك، أو واحدة تصونك بغيابك، تكون شريفة عفيفة بنت عالم وناس. هذا الحكي الواحد بده ينتبه له. في ناس لما بس الفلوس بتكبر في ايديها او بتكتر، اول حاجه بيفكر فيها طبعا اول حاجه بيفكر فيها يصير. ان هو يروح يعيش ويتجوز. فاذا هو لما ربنا بده يعطيك اسلام بده يختبرك، هل انك انت بتصير يعني عدم مؤاخذه تزكي تتصدق تطلع عن روح امك وابوك عن جميع امه المسلمين؟ هذا احنا في حياه اختبار يعني. طبعا. يعني هينا عدم مؤاخذه احنا في امريكا، وعمري انا كنت اتوقع اني اجي على امريكا. هذا الحكي جايكم فيه بالحلقات الجايه. فهمت علي؟